يا صباح الفل عليكم. وصفتنا النهاردة منيو بقى أشهر المطاعم. جربتي كده تروحي أحلى المطاعم وتطلبي كده ورقة سجق؟ الله عليها. وكمان هتطلبي معاها ورقة كبدة بالتتبيلة الخطيرة. والأكل كده ما يحلاش غير بطاجن الرز اللي بالشعرية. وهنبلع الأكل بقى بمية السلطة أو السلطة اللي معمولة كده بالتتبيلة حلوة، أو الويسكي اللي بنشربه كده يبلع بين الأكل. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض ورقة السجق، ورقة الكبدة، وطاجن الرز بالشعرية، وكمان هنعمل مية سلطة تحفة. يلا بينا كده نسمي الله ونشوف الأكل التحفة ده عملناه ازاي، وبتتبيلة واحدة هنعمل بيها الثلاث وصفات. أول حاجة عندي التتبيلة هنعملها ازاي. عندي طماطماية، عندي فلفل أخضر وفلفل حامي وفلفل أحمر، وكمان عندي راس كده من الثوم متوسطة، ولو عندنا كرفس أخضر هنستخدمه. هنحط في الكبة كل الخضار بتاعنا ده، هنحط ملح، ونحط 4 معالق من الخل، وكمان هنعصر ليمونة كاملة على الخليط ده. هنضربه كويس جدا في الكبة وننعمه معانا. دي التتبيلة بتاعتنا اللي هنستخدمها إن شاء الله في كل الوصفات. طب إيه البهار بقى بتاعنا؟ عندنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة مطحونة وبابريكا، وكمان عندنا بهارات اللحمة أو السبع بهارات زي احنا عملناهم مع بعض قبل كده. يلا بينا كده صينية على النار هنحط فيها معلقتين من الزيت. هنجيب السجق بتاعنا وهننزل بيه كده في الزيت ياخد تشويحة. ما تكتريش الزيت علشان السجق بينزل دهون. قلبيه كويس جدا يتشوح معانا. هننزل بقى بالخضار. عندنا بقى بصلاية متقطعة شرايح، طماطماية متقطعة شرايح، فلفل. كل ده هنضيفه على السجق علشان يدينا الصوص الحلو. هتنزلي بكمية الخضار، عايزة تكتري عن كده براحتك بقى. هتقلبيها تقليبة بتشوح معانا. وبعد كده هنجيب بقى خلطة الثوم اللي هي بالفلفل والخل والليمون، هننزل ب3 معالق كبار كده على السجق. هيدينا طعم حلو جدا وريحة تحفة. هتقلبيها تقليبة، وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة، أو لو انت عندك صلصة عاملاها في الفريزر. كمان التتبيلة بتاعتنا أو البهارات بتاعتنا هنقلبها كويس جدا، وهناخد منها معلقة كده كبيرة نضيفها على السجق. حلو قوي كده. بعد كده هضيف ربع كوباية من المية السخنة، وأقلب فيها كده السجقات في النار. وبعد كده هحضر الورقة بتاعتنا، ورقة من الفويل عليها ورقة من الزبدة، وهنزل كمان بالسجق بتاعنا التحفة ده. ريحته بقى ما اقولكوش، التتبيلة بالبهارات عاملة بقى ايه احلى شغل. يلا قفليها كده، قفلي ورقة الزبدة الأول زي السرة، وبعد كده اضغطي كده بورقة الفويل وبروميها كويس جدا عايزاها زي السر. حطي بقى تحتها صينية أو طبق ودخليها الفرن. تاني وصفة معانا هنعمل ورقة الكبدة. عندي 3-4 معالق كبار من الزيت، كتري الزيت بقى. وعندي قطع من اللية هنشوحها كويس قوي في الزيت. علشان نعمل طاجن الرز هناخد كده معلقتين من الزيت اللي باللية ده على الشعرية واركنه دلوقتي، وهنعرف هنعمل الرز ازاي. اول ما اللية بتاعتي خلاص تنزل الدهون بتاعتها، هنزل بالكبدة. الكبدة دي انا مقطعاها شرايح كده بالطول، يعني كل شريحة من الكبدة قطعتها 3 شرايح كده بالطول. انا مش عايزاها لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. هتنزلي بالكبدة بتاعتك تتشوح بس تاخد لون من على الناحيتين. انا مش عايزاها تستوي، مش عايزاها تنشف معايا عشان لسه هندخلها الفرن. خلاص اول ما تاخد لون هقلبها على الناحية التانية. شايفين بقى الصوص بقى اللي نازل من الزيت واللية؟ لسه بقى كملي معايا الفيديو. الريحة بقى ايه تحفة. يلا بينا كده هنقلبها على الناحية التانية. وكمان هنجيب فلفل رومي وفلفل حامي متقطع مكعبات، وهنضيفه على الكبدة تقليبة. هننزل بالخلطة بتاعتنا التوم بالفلفل. كتري بقى من الخلطة دي على قد ما تقدري، تدي صوص حلو قوي. حطيت انا 3 معالق كبار وقلبتهم كويس قوي. بعد كده هنزل بالبهارات بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض في اول الفيديو، وهضيف منها معلقة. هظبط الملح بتاعي وكده خلاص الكبدة بتاعتنا جاهزة ان هي تدخل في الورقة او تدخل في الفرن. ظبطت الملح، هجيب ورقة من الفويل عليها ورقة من الزبدة، وخلاص كده هضيف الكبدة بتاعتي. وهقفل برضو الورق الفويل والزبدة زي السرة، واحط تحتهم طبق او صينية وادخلهم الفرن. للرز بتاعنا او طاجن الرز عندنا معلقة من السمنة ومعلقتين كده من الزيت، وانا خدت معلقتين من الزيت اللي فيهم اللي هي شوحت فيهم الشعرية. غسلت كوبايتين رز مصري كويس وصفيتهم وضفتهم على الشعرية تشويحة، ونزلت بمعلقة من البهار اللي احنا عاملينه مع بعض. وظبطت الملح وحطيت كوباية واحدة بس من المية السخنة تتشربها بس. وبعد كده هنعمل بقى الخلطة
او الشوربة اللي هنسقي بيها الرز اللي عشان نحطه في الطاجن. معلقة من تتبيلة التوم في نفس الصينية اللي عملنا فيها الكبدة والسجق، انا عايزة البهاريز دي هقلب فيها التومية، وهنزل بكوبايتين 3 من الشوربة الدسمة. اي شوربة انت عندك بقى في الفريزر هتضيفيها، تتقلب تقليبة وتغلي غلوة مع التومة دي. وهنزل بقى بالرز بتاعي في الطاجن، نص الطاجن هنحط الرز لغاية نص الطاجن بس. وبعد كده هنزل بالشوربة وازودها بقى يعني زودت كمان شوية من المية السخنة. انا عايزة الشوربة تبقى كتيرة قوي على الرز، لانها لما تخش الفرن هتتشرب معايا اكتر. دخلتها بقى الفرن، غطيتها ودخلتها الفرن. يلا بينا نعمل مية السلطة. عندي نص كوباية من المية، حطيت عليها مكعبين من التلج، حطيت نص معلقة من تتبيلة التوم اللي احنا عملناها. هنزل بقى بطماطم متقطعة، فلفل حامي متقطع، جزر خيار قصدي، وبعد كده بصل متقطع شرايح، وخضرة بقى شبت بقدونس كزبر اللي موجود عندك. التتبيلة بقى بتاعتنا، حطينا التوم، حطينا نص معلقة من السكر، معلقة كبيرة من الخل، حطينا شطة، حطينا ملح، حطينا كمون، وكمان انا بدي رشة كده من النعناع المجفف. حلو قوي كده، اديتها تقليبة. وبصوا بقى تحفة، مية السلطة مع الخضار ده هيبلع الأكل ويبقى تحفة. يلا بينا نطلع أكلنا من الفرن، يلا بينا بقى. بسم الله، الله أكبر. بصوا بقى، تعالوا نفتح كده ريحة بقى السجق. بصوا دي أول ورقة هنفتح مع بعض، ورقة السجق. بصوا ما شاء الله بقى الصوص نازل ازاي من السجق، تحفة. هي سخنة بقى بس تحفة. يلا بينا كده، اللهم بارك. بصوا السجق مستوي، وادي الصوص اللي نزل منه، الطماطم بالبصل، تحفة. هتحطيها على الرز بقى هيبقى طعم خرافة. ورقة الكبدة نزلت برضو صوص كده بالسمنة بقى باللية اللي احنا حطيناها كده مع بعض. ورقة الكبدة بقى كانت تحفة، وتتبيلة التوم مدية ريحة وطعم. بصوا ما شاء الله، جميلة جدا. طاجن الرز بقى مفلفل وحلو وسواه حلو قوي، وطعم التومة اللي احنا عملناها في الشوربة مدية طعم حلو جدا ومغيرة في طعم الرز. شايفين الحلاوة؟ مية السلطة بقى، تشربي بقى وكلي بقى احلى مية سلطة انت عاملاها بايديك، نظيفة وغسلة كل الخضار كويس. هي دي كانت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. جربوها ان شاء الله هتعجبكم بنفس الخطوات وبنفس التتبيلة. بقية التتبيلة دي انا حطيتها في علبة، وقلت بقى عملت طماطم بقى مخللة، عملت كبدة، عملت سجق، هستخدمها بعد كده. دي كانت وصفتنا ودي كانت اكلتنا. شكرا.